السلام عليكم، شلونكم بنات؟ عساكم بخير. بنات اليوم راح اسوي لكم زنود الست بطريقة كلش سهلة وحلوة ومقادير بسيطة وطيبة، وسويته بنوعين: الخبز المدور، والخبز هذا الجاهز اللي يكون مستطيل يعني طويل. فهسه اول شي المقادير كلش سهلة. اخذ 3 اكواب ماي، يكون الخلط على البارد. 3 اكواب ماي، واستخدم الحليب لكل كوب 2 ملعقة، يعني استخدم 6 ملعقات، 6 ملاعق، 6 خواشيق. 3 كوب ماي، 6 كوب، 6 ملعقة حليب. والنشا استخدمت 3 لكل كوب، ممسوحة مو مطفحة، ممسوحة. بس هذا الحليب راح اخليه 6 ملاعق، يعني اذا امسحها انا خليتها قياسه، اذا اوزعها على طول الملعقة تصير ممسوحة. هذا الحليب اخليه 6. ابدي النشا اخليه 9 ملاعق، 9 ملاعق، 9 ملاعق. لكل كوب 3 ملعقة نشا. وخليت ملعقتين سكر و3 ملاعق كريم شانتيه، كريم مال الكيك. واذا ما عندك متوفر كريم مال كيك تخلين هاي الكالة الصغيرة، الكالة القيمر، او نسوي الكريم الكالة القيمر، يعني وحدة صغيرة. واذا لا من ذن الكبار الوردية، لا تخلين نصها 3/4، لا تصير سايحة كلش. انت حسبيها من 3 ملاعق من عدها، هي تقريبا بها 3 ملاعق. ابدي اخلطهم كلهن على البارد واخليهم على النار. ابدي اخلط. هسه شوفوا شلون مراحل الخلط الى ان تتماسك عندي السمك اللي اريده. هسه احضر الشيرة. طبعا راح اخلي النار هادئة واشتغل بنفس الوقت. الشيرة او يسمونه العسل، يكون حطيت 2 شكر وكوب ونص ماي. همين اخلطه يذوب الشكر واخليه تقريبا لمدة 5 دقائق اكثر على ما يثخن. عندي احط قبل لا يثخن احط ملعقة من العسل. العسل ترى هذا اللي يعني يصير شلون نجيبه مثل المربى، يعني يصير مو طبيعي، يعني هو تقريبا شيرة بس، يعني ما هيك يخلونه مثل المربى، احنا ناكله ويا المربى ويا الجبن ويا القيمر، بس مو طبيعي هو. بس مجرد انه ينطي لون و... ويغير النكهة مالته. واخلي بطرف الملعقة لمندوزي، طرف ملعقة الشاي لمندوزي، يعني شنو يعني هيك ذرات من اللمندوزي. هاي عندي بدأ عندي يثخن، صار بهاي القوام. وإذا تحبين أكثر بعدها مخليه بس على نار هادئة وتحريك. وبعدين خليه بالثلاجة قبل لا تستخدمينه، من يدفى خليه بالثلاجة أو بالفريز لمدة 10 دقائق 5 قبل لا يعني ما يجمد هو. طلعيه راح يصير سهل ال ال يعني اللف بيه. وخليت ملعقة أو ملعقتين من الشيرة، ملعقتين من الشيرة. وبعدين يلا خليتها بالثلاجة. ما تردين تخلينه، بس أنا متعودة على هاي الشغلة. أبدي ألفن هاي الطريقة، أسويها قطع صغيرة، يعني تقريبا هيك 5 أصابع، 5 أصابع القطعة، لا يصير بيها لف هواي. والكريم اللي تخلينه هاي مالت لا تخلين يعني كميات كبيرة، قليل، يعني مثل نص الملعقة مالت الكبيرة مالت المرق قلنا. والفنها من البداية هالشكل، أنا مود لا يطلع عندي بالقلي، مرات تنبط بالقلي يعني تنفجر الهاي، فإذا بيها شقوق أو فشي. طبعا ما شاء الله سويت لي كمية كبيرة، يعني سويت كمية كبيرة وظل هم من عنده. يوم ثاني لفيت بالخبز
اللي يكون طويل يعني جاهز، وقسمتها بالنص، يعني من قد ما يعني تكون حتى تكون يعني خفيفة أحسن أحلى، تاكليها كأنما تشكليت. والحشوة كلش طيبة كلش طيبة. هسه هذا اللي هو الثاني اللي يكون الطويل، قصيتها بالنص ولفيتها، أو ترديها كاملة. تردينها كاملة لازم تزيدين الحشوة واللفات أكثر. شوف صارن صغار كلش حلوات، يعني حتى واحد ياكل 2 3، وما أنقعه بالشيرة، صب الشيرة صب، يعني هو أصلا حالي يعني بداخله الشيرة قليل صب. يعني حاولوا تقللون من الحلا، نحب الحلا، ناكل حلويات برمضان، بس نحاول أن نقلل قدر المستطاع. والزيت مالنا من أقليه، ما أقليه حامي ولا على نار قوية، أول شي نار متوسطة، وبعد ما يعني كلش حامي أخليهن أصفطهن يعني بالطاوة حتى لا يحترقن، يعني بس خلينا حامي رأسا يحترق وما يكسب، يعني يصير تجوع عجينة. ولو أنا ما خلي لفاته هواي يعني للخبزة، ما ألفه هواي حتى يصير عجين. وكلش طيب بنات يعني هاي الحشوة، وأنا مسويتها قبل بكمية أكبر، عندي فيديوهات سابقة تقدرون ترجعون إلها، قديمة كلش، هواي شغلات قديمة أنا مسويتها، بس جاي أعيد عليها لأن مشاهداتي كانت كلش قليلة بالبداية، وكان بداية القناة الطريقة يعني مثل ما نقول كان بدون كلام. طلبوا مني الكلام البنات، قالوا على مود تصير أوضح يعني الشغلة، كنت بس أكتب أو يعني بدايتها، فجاي أعيد على الشغلات. شوف صبيت الشيرة صب، يعني فد واحد نص كوب صبين عليه، وخلي شيرة يمك، يعني قلاص شيرة أو كاسة اللي يريد يغمس بيها، ما راح تعجن لأن كلش خفيفة، يعني مجرد إنه لفة لفتين. وهاي شكلها، حطيت عليها جوز هند، وكلش طيبة، وجربوها وسهمكم العافية. وبنات حاولوا تدعمون القناة، اللي يشوف واللي يستفاد يحاول يعني يشارك المقطع ويحط لنا لايك، لأن اللايكات تدعم القناة، تتعلي من المشاهدات. وهاي عندنا الفطور مالتنا سويناه الحمد لله والشكر. وشوفوا قرمشتها اللي بداخلها، شوربة سويت، وحلاوة مال جزر هم سويت، راح هاي الحلاوة راح أمين إن شاء الله غير يوم أنزلها لكم، بس شوية شغلات المونتاج، وأنا عندي طلاب سادس أدرسهم، يعني أولادنا وثالث متوسط، ومسؤولية البيت. في أمان الله ومع السلامة.